أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم مآسي الشعب السوري ورزوحه تحت خط الفقر والجوع والمرض، والعالم كله ما شال همه إلا أنه ما يسمى بغواصة تايتنا، مش عارف شو اسمها، على مبدأ تايتانيك. في 4 مليارديرية أو 5 نزلوا يشوفوا حطام تايتانيك. طبعا هم بشر في النهاية، نحن آسفين على وفاتهم وفقدوا لحياتهم، حتى لو كانوا شو ما كانوا. الله يرحمهم ويتغمد روحهم من رحمة رب العالمين. لكن السوريين اللي هم تشردوا في بلاد العالم على أثر تواطؤ دولي وتآمر على الجمهورية العربية السورية وقتل السوريين وإضعاف السوريين وإذلال السوريين وتشريدهم في بلاد الله الواسعة، مثل ما صار مع العراق في حربها مع التحالف الدولي. لما وصل عدد شهداء أو قتلى أو مفقودين العراق فوق 1,000,000 طفل، غير العساكر وباقي المدنيين. لإمتى هذا التآمر الدولي؟ يبكوا على 4 مليونيرية شبعانين العز والخير غرقوا ساعة موتنا، اللهم لا اعتراض واللهم لا شماتة، بينما يموت الشعب السوري تحت هذا الحصار الحقير والتآمر الدولي عليها. ما بيهز شعر براس الأمم المتحدة والعالم كله. خلينا نحن نكيل في مكيال واحد مش في مكيالين كما تفعل أمريكا وأذنابها على الأرض. والسلام. ختام.